أهلا وسهلا بالجميع بهالفيديو الجديد. إن شاء الله كل رمضان وتكونوا كلكم بخير. رح نعمل اليوم شوربة من أطيب أنواع الشوربات اللي هي شوربة الفطر. خلونا نشوف الطريقة سوا. عندي 400 جرام من الفطر، رح مسحهم بفوطة مطبخ أو محرمة من محارم المطبخ. بهاي الطريقة ما بيحتاج أبدا لغسل أو تقشير، بس مجرد مسحة بسيطة وبيكون عندي جاهز. وإذا كان في عليه كتير أتربة ممكن نغسله وننشفه بسرعة لحتى ما يشرب مي، بس مشرب الفطر مي رح يعطيني نتيجة مو حلوة بالطبخ. وهيك بعد ما خلصت تمسيح كل حبات الفطر رح بلش بتقطيعه. بما اني انا حبات الفطر عندي هون كبيرة رح اقسم حبة الفطر بالنص مثل ما شايفين، وراح أقطعه لشرائح تكون سميكة مثل ما شايفين بهي السماكة. ضروري نقطعه بشرائح سميكة لحتى وقت التقلاي ما تطلع عندي مية الفطر لبرا. إذا حبة الفطر عندكم صغيرة بس مجرد تقطعوه كمان شرائح سميكة. وهيك عندي الفطر صار جاهز بمقلاية على النار. رح حط، يفضل تكون المقلاية كبيرة لحتى تتوزع ونفرد حبات الفطر فيها كتير منيح. والنار لازم تكون عالية. رح حط كل أو نصف كمية الفطر، ما رح حطها كلها. إذا حطيتها كلها دفعة واحدة رح تطلع مية الفطر كلها وما رح أخد النتيجة اللي بدي إياها. مثل ما شايفين ما رح قلي كتير أو قلب كتير، كل دقيقتين أو 3 رح قلب تقليبة لحتى ياخد الفطر عندي اللون الذهبي الحلو وياخد الطعمة الطيبة. شايفين عم بحاول افرد حبات الفطر على كل المقلاية، ما يكون الحبات فوق بعضها. والنار عندي طبعا عالية، اهم شي تكون النار عالية لحتى مية الفطر ما تطلع. شفت مثل ما شايفين اتقلى عندي والمية الفطر ما طلعت ابدا من الفطر. وهيك أخد عندي الفطر اللون الذهبي الحلو. هلأ رح ضيف ملعقة ونص من الطحين أو الدقيق الأبيض، ورح قلب كتير منيح لحتى حمص الطحين كمان شوي مع الفطر، يعني شي دقيقة ونص أو دقيقتين لحتى تبلشوا تحسوا إنه بلش يخشخش شوي. وهيك صار عندي جاهز. رح حطه بالطنجرة اللي رح أطبخ فيها الشوربة. راح ارجع احط ملعقة تانية من الزبدة وارجع قلي القسم التاني من الفطر. وهيك بعد ما تقلى عندي واخد اللون الحلو راح ارجع اضيف ملعقة ونص من الطحين، وهيك بصير في عندي 3 ملاعق كاملة من الطحين. راح اقلبهم لحتى يتحمص عندي الطحين شوي مع الفطر. وهيك صاروا جاهزين. راح فضي الكمية التانية بالطنجرة وراح صب فوقهم لتر من المي المغلية، وراح حرك كتير منيح وحطهم على النار ليغلوا، واتركهم ربع ساعة لحتى يستوي الفطر تماما. هيك بعد ما غلى عندي راح وطي الغاز طبعا على الأخير، تكون على نار هادية لحتى ما يلزق عندي. وطبعا راح كل دقيقتين أو 3 راح حرك لحتى الطحين ما يلزق عندي بكعب الطنجرة.
وهيك صار الصوص سميك مثل ما شايفين، والفطر عندي استوى. راح أطحنه لحتى يصير عندي ناعم تماما. أنا استعملت هون الهاند بلندر، وإذا كانت هاي الأداة ما متوفرة عندكم ممكن تستعملوا الخلاط وتطحنوها لحتى تصير ناعمة عندكم تماما. وهيك بعد ما انطحن عندي شايفين القوام كيف كتير ممتاز. ضفت هون نصف كوب من الكريمة الطبخ السائلة، وملعقتين صغار من الملح، ورشة من جوزة الطيب. جوزة الطيب بتعطي طعمة كتير طيبة لشوربة الفطر. وراح أقلب المكونات كتير منيح. طبعا أنا هون حاطته على النار لحتى ياخد بس غلوة خفيفة. شايفين قوام الشوربة كتير حلو وناعم، والريحة ما بدي لكم قد طيبة كتير كتير، والطعمة أطيب كمان. بتمنى عن جد جربوه على طريقتي، وأكيد أكيد رح تعجبكم. مثل ما شايفين هون أخد عندي غلوة، خلص أنا طفيته وتركته لوقت التقديم. شايفين هذا هو قوام الشوربة، قوام كتير حلو وناعم. وبزينها بشوية بقدونس ورشة من البابريكا، وبتكون عندي جاهزة وصحتين وألف هنا. بتمنى إذا حبيتوا الوصفة تدعموا الفيديو بلايك، واللي عم بيشوفني لأول مرة يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس ليوصله كل جديد. وبشوفكم بفيديو جديد.